رمضان المستبين جاء بالنور المبين، مرحبا بالتائبين، مرحبا بالعابدين، في صلاة الخاشعين، في رحاب الذاكرين. رمضان 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 القانتين. رمضان المستبين جاء بالنور المبين، مرحبا بالتائبين، مرحبا بالعابدين، في صلاة الخاشعين، في رحاب الذاكرين. رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كلمتي هذه إليكم هي عبارة عن مشهد ومنظر حدث أمام النبي صلى الله عليه وسلم. يقول هذا المشهد أو يحكي هذا المشهد وهذا المنظر ما يلي: جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسبي من سبي هوازن، وإذا بين يدي السبي امرأة تسعى وقد زاغ بصرها، تبحث عن رضيع لها فقدته بين السبي، رضيع لم يتجاوز 6 أشهر أو 7 أشهر، محتاج إلى أمه أشد الحاجة. وكان منظر ذهولها وفزعها ولهفها ملفتا للأنظار والأبصار، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه جعلوا ينظرون إلى هذه المرأة التي زاغ بصرها ذهابا وإيابا، تبحث عن رضيعها وعن ولدها الذي فقدته. فبين هي كذلك إذ وجدت رضيعها، إذ وجدت ولدها، بين هذا الجمع الكبير، بين الناس، وجدت طفلها فأخذته فألصقته على بطنها، ثم ألقمته ثديها ترضعه لبنها وحنانها، وهي في غاية التأثر الانفعالي الشديد حين وجدته بعد أن أخذ منها الهلع والفزع كلما أخذ. يعني منظر في غاية التأثر والتأثير. كل هذا الأمر حدث أمام النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، هم ينظرون إليها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ سؤال غريب وسؤال عجيب، استفهام يثير أسئلة كثيرة في الأذهان. فجلس الصحابة يفكرون في هذا السؤال: كيف تطرح ولدها وطفلها ورضيعها في النار وقد كادت أن تفقد عقلها؟ هي ما صدقت أن تجد هذا الطفل ولدها، كيف تطرحه في النار؟ فقالوا: لا والله يا رسول الله، لا يمكن أن تطرح ولدها في النار أبدا بعد أن وجدته، بعد أن لقيته، لا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه: والله لله أرحم بعباده من هذه بولدها. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث أو تلك الرواية، رواية البخاري ومسلم، لها عدة معاني وعدة وقفات. من هذه الوقفات أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يوضح لأصحابه ولنا نحن المسلمين معنى عظيما وكبيرا
وهو عظيم رحمة الله عز وجل بعباده. رحمة الله عز وجل بعباده، لما أعلم أن الله عز وجل أرحم بعباده من هذه الأم بولدها، توقظ في قلبي الرجاء وتبعث في نفسي الأمل. يعني لا أحد يعرف رحمة أشد من رحمة الأم بولدها، وأشد ما تكون رحمة الأم بولدها حينما تعرف أن ولدها محتاج إليها يريدها. وفي أي مرحلة الطفل الصغير، في مرحلة الرضاعة وفي مرحلة الطفولة المبكرة، وتضاعف الرحمة، رحمة الأمومة أضعافا مضاعفة حينما تشعر الأم أن ولدها قد تعرض لخطر ما، تضاعف هنا الرحمة وتتزايد. وهذا ما حصل أمام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما كان من حال المرأة التي رآها النبي عليه الصلاة والسلام. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين لأصحابه ولأمته أن الله عز وجل أعظم رحمة بعباده من هذه الأم بولدها، أرحم من هذه الأم بولدها. وهذا يبعث في نفسي الطمأنينة، ويبعث في نفسي الرضا، ويبعث في نفسي حسن الظن بالله عز وجل. فمن عمل صالحا تذكر عظيم رحمة الله فرجى قبوله، ومن اقترف سيئة ومعصية وذنبا وخطيئة تذكر عظيم رحمة الله فرجى مغفرة، ومن مرض واشتد به مرضه تذكر عظيم رحمة الله عز وجل، وأن الله عز وجل لن يضيعه أبدا، لن يضيعه أبدا. ومن نزل به الموت تذكر أنه سيقدم على الله عز وجل، سيقدم على رب رحيم أرحم من أمه التي ولدته، فيبعث في نفوسنا حسن الظن بالله عز وجل والشوق إلى لقائه. لذلك كما يقول الإمام الغزالي: لا بد أن يكون لكل واحد منا حظا من أسماء الله عز وجل وصفاته. فيقول: لا بد أن يكون المسلم حظه من اسم الرحمن، فيرحم عباده الغافلين المساكين المحتاجين الفقراء. لا بد أن نرحم هؤلاء. يجب أن يكون العبد له حظ من اسم الرحيم، فلا يجد حاجة من حوائج الفقراء إلا ويسدها بقدر طاقته، ولا يترك فقيرا في جواره وفي بلده إلا ويسعى إلى سد هذه الحاجة ودفع هذا الفقر بقدر ما يستطيع، إما بماله وإما بجاهه وإما بالشفاعة إلى غيره. فإن عجز، يقول الغزالي رحمه الله، فإن عجز عن جميع ذلك، ما عنده مال ولا شفاعة ولا وجاهة لا يملك شيء، فليتوجه إلى الدعاء لهذا الفقير ولهذا المسكين ولهذا المحتاج رقة، يقول رقة له وعطفا، فكأنما يساعده وكأنما يشاركه في هذا الفقر وفي هذه الحاجة التي نزلت به. هذا الكلام الذي يقوله الغزالي يجب أن نتمثل به، وخاصة نحن على أبواب رمضان. في رمضان نشعر بالجوع، في رمضان نحس بالجوع ونشعر بالعطش ونحس بالعطش. وهذه من حكمة الصيام، من حكمة رمضان، من حكمه أننا نستشعر بالآخرين، نحس بالآخرين، نستشعر بألامهم وأحزانهم وحاجتهم. لهذا روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والهوام والبهائم، فبها يتراحمون وبها يتعاطفون وبها يعطف الوحش
على ولدها وأخر 99 رحمة. إيش؟ يرحم بها عباده يوم القيامة. ألا نستطيع أن نتمثل نحن بهذه الصفة التي اتصف الله عز وجل بها ووصف بها نفسه وقال عن نفسه إنه أرحم الراحمين، وليس فقط أرحم الراحمين بل إنه خير الراحمين، وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجلهم العذاب. فالله تبارك وتعالى أرحم بعباده من الأم بولدها. وقال النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه، اسمع إلى هذا الحديث الذي يبعث على الأمل وعلى الطمأنينة وعلى الرجاء حتى نحس بالآخرين، حتى نستشعر بالآخرين. قال الله عز وجل من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها وأزيد، ومن جاء بالسيئة فجزاؤه سيئة مثلها أو أغفر. وهذا هو الفرق بين القلب الحي والقلب الميت. في كثير من الأحايين تقسو قلوبنا وتصبح كالحجر الصلد لضغط الحياة وهموم الحياة ومشاكل الحياة، إما مشاكل أسرية وإما مشاكل مجتمعية وإما مشاكل في العمل وإما قصر ذات اليد، فيقسو هذا القلب. هنا في هذه اللحظة حينما يقسو هذا القلب ينبغي علي أن أستشعر أن هناك من هو أفقر مني، أن هناك من هو أألم مني، أن هناك من هو أمرض مني، أن هناك من هو أتعب مني، فيتحول هذا القلب القاسي إلى قلب حي. ولذلك من أخص أوصاف المؤمن هو القلب الحي، أن يكون قلبه حيا هين لين رحيم، يستشعر بالآخرين، يحزن على الآخرين، يرنو على الضعيف وعلى المحتاج ويسد حاجتهم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أعظم وأحب الأعمال إلى الله عز وجل أن تدخل السرور على قلب أخيك المسلم وعلى قلب أخيك المؤمن. فرمضان على الأبواب وكلها أيام نحن في خير وعافية. حينما يؤذن المؤذن لصلاة المغرب تجد المائدة ممدودة بما لذ وطاب. تذكر في تلك اللحظة أن لك إخوانا، أن لك عوائل محتاجين من الفقراء المساكين، لا تنساهم أبدا. وهذه هي الرحمة التي في قلب الإنسان المؤمن، قلب الإنسان مؤمن، وليس في قلب الإنسان الميت ما يستشعر بالآخرين أبدا. هذه الكلمة أحببت أن أذكر نفسي وإياكم بمناسبة قدوم شهر رمضان، لأننا نخشى أن ننسى مع زحمة الحياة وضغوط الحياة، ننسى إخوانا لنا هم بأمس الحاجة إلينا. أسأل الله عز وجل أن يرحمنا برحمته وأن يلطف بنا، وكما نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان المستبين جاء بالنور المبين، مرحبا بالتائبين، مرحبا بالعابدين.